أهلا بيكم في نوديو أسماء، وأنا أسماء. كالعادة في قائمة السهل والبسيط بتاعتي بحب أقدم وصفات سهلة وبسيطة، وخاصة بقى في فصل الصيف علشان ما بنحبش نقف كتير في المطبخ. فهقدم لكم طاجن الفراخ بالبصل سهل وبسيط في مكوناته وكمان في طريقته، ومش هياخد مننا وقت، وكمان طعم الفراخ بيبقى مميز جدا ونكهاته معتدلة ومعتادة، فهو من الوصفات اللذيذة جدا. تعالوا بقى نشوف باقي الوصفة. أول حاجة التوابل اللي هنستخدمها: معلقة صغيرة من الفلفل، وحوالي 7 فصوص من الحبهان، و2 من ورق اللورة وجوز الطيب، ومعلقة كبيرة من الملح. هنطحن كل التوابل مع بعضها: الحبهان، ورق اللورة، والفلفل. تاني إضافة بقى البصل. كمية البصل على حسب رغبتنا، يعني هنا أنا هستخدم فرخة كاملة، فممكن نضيف لها بقى نص كيلو من البصل، وهيبقى معانا الصوص خفيف جدا بعد التسوية. أو ممكن نزود البصل لكيلو أو كيلو ونص مع الفرخ. لو حابين بقى الصوص يبقى أكتر، فمعايا هنا بقى كيلو ونص من البصل مبشور ناعم. هنضيف عليه بقى التوابل وبشرة من جوز الطيب، ونقلب التوابل كويس جدا في البصل. ادي الفرخة نقسمها ونقطعها لأجزاء صغيرة بتبقى أفضل، يعني الفرخة دي أنا قسمتها على 10 أجزاء. هنضيف البصل على الفراخ وندلكها بالبصل كويس جدا. بعدها بقى بنضيف الفراخ في حلة على النار بدون بقى إضافة زيت أو أي مادة دهنية تانية، ونفضل بقى نقلب على نار عالية شوية في البداية، وبعدها بقى بنهدي الحرارة شوية لحد ما البصل يدبل ويشرب كمية السوائل اللي هتنزل منه. ادي البصل دبل كويس. هنبتدي بقى في المرحلة دي نضيف الزيت، طبعا إضافة الزيت على حسب كمية البصل، فأنا هنا هضيف كوباية من الزيت سعتها 100 مللي، وهنفضل بقى نقلب لحد ما نوصل للمرحلة دي. البصل بيدوب على الآخر وبيبقى لونه مصفر شوية، فهنبتدي بقى في المرحلة دي نضيف الطماطم. معانا هنا 3 حبات من الطماطم المبشورة، بنضيفها على البصل ونتبلها برشة خفيفة من الفلفل علشان احنا ضايفين فلفل كفاية في البداية، ونظبط الملح. في المرحلة دي بقى بعد إضافة الطماطم مباشرة نضيف الفراخ في الطاجن. شايفين الطماطم بتبقى خفيفة، مش بنكترها، يعني أنا كيلو ونص من البصل استخدمت له 3 حبات من الطماطم. هنحط الطاجن في الفرن على درجة حرارة 200 نص ساعة، هنلاقيه بيتسبك وبنخرجه، لأن الفراخ في الحقيقة تقريبا استوت بنسبة 90% أو 95%. هنحط الطاجن على سطح الفرن أول تلت ساعة، بعدها بحطه آخر 10 دقايق تحت الشواية عشان ياخد لون. لو حابين هيخرج بقى بالشكل ده، فممكن نقدمه مع رز، والإضافة المعتادة بتاعتي مع اللحوم وهي الكزبرة الخضراء، فممكن نضيف رشة من الكزبرة على الوش للتزيين وللطعم، فبجد هي من الإضافات الحلوة مع اللحوم. الطاجن ده بيبقى حلو جدا زي ما قلت في البداية في العزومات، وطعم الفراخ بيبقى مميز جدا، بتبقى واخدة من نكهة البصل والتوابل، فبتبقى حكاية كده. وصفتنا خلصت، لكن وصفتنا اللي جاية إن شاء الله مش هتخلص. لو أول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنونا في وصفة جديدة مع نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.